حلقة النهاردة مش هتكلم تقني بس، هتكلم عن موقف فعلا حصل لي. عميل كلمني في حالة توتر، قال لي يا باشمهندس حصل السرقة وعايز تسجيلات فورا. رحت اشوف الجهاز، لقيت الجهاز بيسجل تمام وصورة الكاميرات موجودة، ولكن مفيش أي تسجيلات. طب إيه هي الأسباب؟ الهارد كان ميت ومحدش واخد باله، ودي أخطر مشكلة في الهارد اللي هو ال HDD، هو اختصار لكلمة هارد ديسك درايف، إن ممكن يبوظ في ثانية. تعالى بقى نفهم مشاكل الهارد بطريقة بسيطة. رقم واحد، الهارد بيفصل ويرجع يشتغل تاني، وتلاقي الجهاز بيعمل صوت تكات متتالية، وده غالبا بداية تلف ميكانيكي، ولو استنيت شوية كمان هيختفي خالص. رقم اتنين، بيسجل يوم ويوم آخر لا، وده معناه ان الهارد مش مواكب عدد الكاميرات ولا الجودة العالية، يعني الهارد باختصار بيتخنق. رقم ثلاثة، الجهاز بيقول لك نو HDD، يعني مفيش هارد. يا اما الهارد اتحرق، يا اما كابل الباور او الداتا فيه مشكله، يا اما البورده نفسها فيها عطل، يا اما الادابتر ضعيف ومش مقوم الهارد. رقم أربعة، التسجيلات موجوده ولكن بيفتح ببطء، ده مؤشر ان صحه الهارد بتضعف وسرعه القراءه والكتابه قلت بكتير، ومش اي هارد ينفع يتحط في جهاز تسجيل. في فرق كبير بين هارد كمبيوتر عادي وفرق بين هارد بيشتغل للتسجيلات المستمره، وطبعا الهارد ليه عمر افتراضي، فلازم اتاكد من صحه الهارد خصوصا لو شغال تسجيلات مستمره. يعني لازم تعتبر الهارد انه قطعه استهلاكيه، مش حاجه بتركبها وبتنساها، ولازم تستخدم هارد مخصص للكاميرات. افتكر دايما ان امانك يهمني.